يعلم بأن المناطق شمال شرق سوريا والحراك السياسي لها وأيضا الإدارة الذاتية اعتمدت على مبدأ تشكيل لجان للتفاوض. هذه اللجان بالنسبة للإدارة الذاتية باتت جاهزة. قريبا جدا إن شاء الله ستنطلق هذه الحوارات، وطبعا هي لجان رئيسية سينطلق منها لجان فرعية. الأرضية ممهدة الآن لبدء بهذه الحوارات. طبعا بالنسبة أيضا للحراك السياسي الكردي أو الأحزاب السياسية الكردية في مناطق شمال شرق سوريا، هي أيضا تقوم بإعداد نفسها للذهاب إلى دمشق والبدء بالحوار. أمامنا الآن الأسبوع القادم سيكون أسبوع للتفاوض والحوارات، وأعتقد الآن الأرضية باتت جاهزة لهذا. هل سيرافق الوفد الكردي وفد من قبل الإدارة الذاتية أيضا لشمالي والشرقي سوريا للتفاوض مع حكومة دمشق؟ نعم أستاذ الكريم، حتى الآن الوفد الإدارة طبعا بات جاهزا، قريبا سيكون في دمشق. أما بالنسبة للوفد الكردي حتى الآن لم يتم الوصول إلى الصيغة النهائية لهذا الوفد، وأيضا كيفية إجراء علاقة ديناميكية بين الوفدين لتكون المطالب محقة وتكون قوية وواحدة ولا حجة واحدة. وبالتالي المطلوب الآن هو كيفية إجراء تنسيق بين الوفدين لتصبح المطالب واحدة، وأيضا إبراز وإعطاء المطالب أو صفة للمطالب الكردية بأنها مطالب أيضا تخص باقي المكونات في مناطق شمال شرق سوريا، ولا تكون هذه مطالب فقط خاصة بالكرد فقط. وبالتالي أيضا المطلوب من المكونات الأخرى ضمن مناطق شمال شرق سوريا أن تكون سندا لهذه المطالب الكردية، لأنها تعبر عن حقوق جميع القوميات والطوائف الموجودة ضمن مناطق شمال شرق. إذن هذه الغاية، إجراء تنسيق بين الوفدين والبدء بمرحلة